الفنانة منى عبد الغني من الفنانات اللي ظهروا في أوائل التمانينات، كونت فرقة كده مع الفنانة حنان والفنان علاء عبد الخالق، وكانت فرقة جميلة جدا ونجحت فعلا نجاح كبير، ولدرجة ان كل واحد بعد كده بقى بدأ ان هو ينفصل ويكمل مشواره الفني منفصل لوحده. وفعلا منى عبد الغني بدأت ان هي تبدأ لوحدها، او انفصلت عن الفرقة تماما وبدأت ان هي تبدأ مشوارها الفني لوحديها. وكان نقطة انطلاق ليها لما عملت أغنية يلا يا أصحاب، اللي كلنا عارفينها طبعا عن بتاعتها وكلنا بنحبها قوي. وهي دي كانت فعلا الأغنية اللي خلتها فعلا تشتهر وتبدأ إن هي فعلا يجي لها بقى عروض تمثيل وعروض مسرح، وكل الحاجات دي كلها جات لها بعد نجاحها في الأغنية دي. كلنا عارفين كل ده عن منى عبد الغني، بس وكلنا عارفين ان هي فعلا كانت من الفنانات اللي حققوا نجاح كبير جدا في فترة الثمانينات. لكن بعد الفترة دي او بعد النجاح ده قررت ان هي تعتزل وتتحجب وتسيب كل ده مرة واحدة. كلنا عارفين التفاصيل دي، بس ما نعرفش، يعني عارفين ان هي فعلا كانت ناجحة، وعارفين ان هي اعتزلت واتحجبت وسابت الفن، بس مش كتير مننا يعرف ايه السبب اللي خلاها ان هي تاخد الخطوة دي. وهل الخطوة دي كانت فعلا خطوة مفاجأة، ولا كانت هي مرتبة لها من قبل كده وقررت تاخدها. الحقيقة الفنانة منى عبد الغني طلعت في أحد اللقاءات مع المذيع مشهور، فكان بيسألها المذيع ده بيقول لها يعني الخطوة دي خدتيها ازاي، وخطوة الحجاب والاعتزال دي خدتيها ازاي، وهل فعلا كانت خطوة مفاجأة بالنسبة لك، ولا انت كنتي مقررها من قبل كده وكنتي مقررة فعلا ان خلاص هتحجبي في يوم من الأيام. فهي ردت عليه وقالت له ان انا خطوه الحجاب عموما انا كانت في بالي من فترات طويله، يعني ما كانتش وليده اللحظه، لا هي كانت في بالي من فترات طويله، حتى وانا بمثل وانا يعني بعمل مسرح وبغني برضو كان في دماغي ان انا عايزه اتحجب في يوم من الايام، لدرجه ان انا لما كنت باجي اشتري لبس كنت دايما يعني بيبقى قدامي نفس البلوزه، منها قط ومنها كم ومنها نص كم، فكنت لا باجي اشتري الحاجه تكون كم، يعني كل الحاجه تكون طويله وتكون وتكون البلوزه كم كامل، وما يكونش في لبس قصير. كنت دايما بشتري لبس كانه بتاع واحده محجبه، يعني اللي هو بس ناقص الطرحه، لان انا كنت حاسه من جوايا وعارفه ان انا في يوم من الايام هتحجب، بس ما كنتش عارفه امتى الوقت. وفي نفس الوقت برضو كانت لاهياني الشهره ولهيني النجاح ولهيني كل الحاجات دي كلها. فبتقول له برضو ان انا اغلب عيلتي كلها تقريبا كل عيلتي كانوا محجبين، انا الوحيده اللي كنت فيهم مش محجبه، فده يمكن اللي خلاني برضو حاسه اني لا، يعني انا نفسي اتحجب برضو، لاني حاسه ان كل الناس حواليا محجبين، واكيد ده حاجه يعني كويسه، او ده قرب لربنا اكتر. فبتقول كمان ان هي ليها اخ اسمه ممدوح، اخوها ده كان عايش في باريس، واخوها ده كان قريب منها جدا جدا جدا، لدرجه ان هي لما كان بينزل مصر كانت بتبقى بتتنطط من الفرحه كده، وكانت بتقول كنت بقعد اجري في الشارع من كتر الفرحه، ان انا من كتر ما انا بحبه جدا وبحب ان انا اشوفه واقعد معاه. فاخوها ده لما كان بينزل مصر دايما كان يقعد يتكلم معاها ويقول لها لازم تتحجبي او حاولي تتحجبي، ودايما يقول لها ان نفسي اشوفك محجبه وانك لازم تكوني قريبه من ربنا اكتر، والحاجات ده هيقربك من ربنا اكتر. وكان حابب جدا ان هو يشوفها محجبه، ما كانش راضي عنها وهي مش لابسه الحجاب، لدرجه ان اخوها ده ما كانش بيحضر. هي كانت بتقول ان هو ما كانش بيحضر المسرحيات بتاعتها ولا الافلام بتاعتها، يعني كانت تيجي تعزمه على المسرح بتاع المسرحيه بتاعتها ما كانش بيرضى يروح، لان هو ما كانش عايز، مش كانش عايزها تكون موجودة في التمثيل او الفن او كل ده، كان عايزة انها تتحجب وتقرب من ربنا اكتر وكده. فهي كانت بتقول كنت بسمع الكلام ده وكان بيبقى جوايا نفسي اعمل الخطوة دي، بس مش قادرة، يعني حاسة ان انا لسه برضو مش قادرة ان انا اخدها، لغاية ما حصل حاجة دي كانت صعبة قوي 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 عليا، وهي اللي خلتني خدت القرار على طول. الحاجة دي هي اني جالها تليفون، ان قالوا لها ان اخوها ممدوح ده اتوفى. الخبر ده كان صعب جدا عليها، لدرجة ان هي من كتر ما هي كانت بتقول انا بحبه جدا جدا، فلما سمعت الخبر ده كان خبر يعني صعب جدا جدا عليا. فاول حاجة جت في بالي ان انا على طول عايزة اتحجب. رحت كان المفروض بتقول ان الدفنة تاني يوم، هي في نفس اليوم اللي سمعت فيه الخبر راحت على طول جابت الطرحة ولبستها، لان هي خلاص انا خدت قرار الحجاب، لان هي حست ان انا لا يعني انا هو كان كلامه صح، وان هو مات وهو جاهز، قالت الكلمه دي، هو مات ممكن يكون مات وهو جاهز للقاء ربنا، طب انا كده لو مت دلوقتي مش هبقى جاهزه للقاء ربنا، فانا افضل ان انا اتحجب. فخدت القرار ساعتها، بتقول حتى كنا هندفنه تاني، يعني المفروض الدفنه تاني يوم عقبال ما يجيبوه بقى من باريس وكده، فقالت دفنه المفروض تاني يوم، انا خدت القرار ده في نفس اليوم اللي سمعت فيه الخبر.
كان قرار بُص خلاص يعني أنا لازم أتحجب فعلًا، إن أنا لازم على الأقل إن أنا أكون جاهزة لربنا أو لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فقالت إن كان السبب الأساسي موضوع موت أخويا هو اللي خلّاني خدت القرار فجأة في وقتها على طول. فبيقول لها المذيع: "طيب هو لو لمّا عرفوا أهلِك أو أسرتِك إن أنتِ هتتحجبي أو شافوكِ لابسة حجاب، هل حد منهم اعترض أو كده؟" قالت له: "بالعكس، ده كلّهم فرحوا لي، حتى إخواتي فرحوا لي جدًا، لإن هم أصلًا محجبين، يعني كل أهلي وعيلتي كلّها محجبة، أنا الوحيدة اللي ما كنتش محجبة، ففرحوا لي جدًا إن أنا خدت الخطوة دي، فعشان كده لأ بالعكس هم يعني حابين جدًا إن هم كانوا يشوفوني في الحاجة دي." قال لها: "طيب أنتِ ليه خدتِ كمان قرار الاعتزال؟" قالت له: "أنا خدت قرار الاعتزال لإن فعلًا حسيت إن أنا يعني عايزة أتحجب يعني مش عايزة إن حاجة تبعدني عن ربنا." حسيت إن الحجاب أفضل إن أنا أكون بعيدة عن التمثيل. قال لها: "طب كنتِ وقتها في حاجة مرتبطة بيها؟" قالت له: "آه طبعًا، أنا كنت في الوقت ده كنت مرتبطة بمسلسلين كنت ماضية عليهم، وكان في حاجات كتيرة وكنت واخدة كمان عربون شغل يعني للمسلسلين دُولة وتقريبًا مسرحية أو حاجة زي كده، ولمّا قررت الاعتزال وقررت إن أنا ألبس الحجاب، رُحت رجّعت الفلوس أو العربون بتاع الشغل ده." رغم إني وقتها ساعتها المخرجين قالوا لي: "ده أنتِ ممكن تكون لحظة بس زعل عشان خاطر وفاة أخوكِ، بلاش تاخدي يعني تتسرعي في الخطوة دي واستني شوية." قالت لهم: "لأ، أنا خلاص فعلًا قررت قرار أخير وإن أنا مش هارجع تاني وهاكمّل حجابي زي ما أنا." فيمكن كلامها ده عجبني جدًا، هي فنانة ربنا يثبتها يا رب على اللي هي فيه، وهي فنانة جميلة وإحنا كلنا بنحبها، وحتى أسلوبها لمّا بقت مذيعة في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا للناس اللي كلنا بنحبه، كان أسلوبها هادي كده وليها كده يعني أسلوبها المميز، ما تحسش إن هي إنك بتنزعج لمّا بتسمعها أو صوتها مثلًا مزعج، لأ صوتها هادي جدًا وطريقتها فعلًا هادية جدًا وجميلة، فهي فعلًا من الفنانات اللي أنا باحبهم جدًا.